النهارده انا مش جاي الخص لك كتاب. انا جاي اعرفك حياتك اللي انت عايشها دلوقتي دي جت منين، ومستقبلك اللي انت هتعيشه في المستقبل رايح على فين. السر كله مستخبي في كلمه واحده بس، وهي العادات. النهارده انت هتشوف عاداتك اليوميه بمنظور مرعب عمرك ما شفته قبل كده، وهتبدا تدرك خطوره الحاجات التافهه اللي انت بتعملها كل يوم من غير ما تحس بالتاثير بتاعها اللي هيأثر على مستقبلك. معاكم سيف عادل من برنامج عقليه بالتعاون مع استوديو MOA. جاهز خربوش الشاي بتاعك؟ يلا نبدا. هنبدأ مع بعض أقوى سلسلة على قناة عقلية، وهي شرح كتاب العادات الذرية للكاتب جيمس كلير. وهنكتشف مع بعض في نهاية الفيديو إزاي البراندات العالمية بتستغلك وبتلعب على عقلك الباطن. تخيل نفسك معايا مسافر وماشي على الطريق الصحراوي، وانت ماشي من بعيد لمحت كده يافطة كبيرة معمول عليها حرف M بلونه الأصفر. حرف M بلونه الأصفر وحجمه كبير منور في السماء. تلقائي بدون أي تفكير هتلاقي ريقك جري على ريحة البطاطس المقلية، وبدون أي مقدمات لقيت نفسك رايح الفرع بتطلب البيج ماك مع البطاطس مع إضافة الكاتشب اللذيذ وبتدفع وماشي. إيه اصبر يعني هل ده حصل بالصدفة؟ يعني أقصد هل ده طبيعي؟ بصراحة لأ، ده علم نفس تسويقي صايع جدا الشركات بتستخدمه عشان تجذب عقلك الباطن ليها. زي مثلا انك تبدا تفكر تذاكر فتروح تعمل خربوش شاي. هل الشاي بيخليك تركز زياده؟ لا خالص. واصلا يعني شاي العريس اللي انت بتشربه ده عباره عن نشاره خشب ما فيهوش اي كافيين ولا اي حاجه، بس عشان عقلك اتعود على كلمه ساعتين الجد وخربوش الشاي بتوعك، وانت ولا بتذاكر الساعتين ولا بتشرب خربوش شاي واحد، ولا الشاي اللي بتشربه ده اصلا شاي. وده اللي فهمته الشركات الكبيرة جدا زي ماكدونالدز مثلا، ان هي تخلي نفس الشعور بتاعها على كل العالم ونفس الالوان بنفس المقاسات، عشان اول ما تلمحه من بعيد عقلك الباطن يستقبل الاشارة دي ويبدأ يحسسك بشعور الجوع، وانت ولا كنت جعان ولا حتى كنت عامل حسابك اللي انت تاكل، وانت اصلا بتخاف تطلب اكل من بره عشان الفلوس ما تزنقش معاك في اخر الشهر، ويعني كلنا شباب عارفين اللي فيها. في كتاب قوة عقلك الباطن بنكتشف ان 95% من الحاجات اللي انت بتعملها في يومك انت اصلا مش متحكم فيها. وهنا لازم اقف ثانية افهمك ايه اصلا عقلك الباطن ده وازاي بيشتغل عشان تبدأ تفهم معايا البلاوي اللي جاية علينا دي كلها. عايزك تتخيل معايا ان عقلك الواعي ده هو القبطان بتاع السفينة اللي بيوجه السفينة بتاعته تمشي ازاي وتتحرك لفين، لكن عقلك الباطن ده هو المحرك العملاق الموجود تحت في السفينة. والمحرك ده مش بيفهم الصح من الغلط، ولا بيفهم الهزار، ولا بيفهم ايه الحقيقة وايه الخيال. هو عبارة عن جهاز استقبال بيستقبل أي فكرة أنت بتديها له أو بتكررها له حتى لو أنت مش واخد بالك منها، وبياخدها كأمر واقع وبيبرمج السفينة كلها عليها حتى لو الحاجة دي مش مهمة. وعد مني مجرد ما نخلص شرح كتاب العادات الذرية للكاتب جيمس كلير هنتكلم عن كتاب قوة عقلك الباطن. خلينا نرجع تاني لموضوعنا اللي هو 95% اللي انت مش متحكم فيهم في حياتك. بتصحى من النوم بتمسك الموبايل، بتفتح الرسايل، بتخش على الواتساب، وبعد كده بتفتح الانستجرام تشوف البت عملت لك فولو باك ولا لا، وبعد كده بتدخل الحمام، تاخد دش، تلبس هدومك عشان تنزل الشغل بتاعك. كل دي سيناريوهات عقلك الباطن حافظها وبيكررها كل يوم لوحده. لو العادات اللي متبرمجه في عقلك الباطن اللي هو المحرك بتاع السفينه لو عادات صحيه زي القراءه او ان انت تنزل الجيم او تنزل تجري الصبح، بعد سنه هتلاقي نفسك شخص مختلف خالص، شخص تاني نتيجه لهذه العادات الصحيه اللي انت كنت بتمشي عليها. لكن لو انت مبرمج عقلك الباطن على عادات مش صحيه زي ان انت مثلا تصحى من النوم تمسك الموبايل تقعد تسكرول او تاكل فاست فود كتير او تشرب سجاير، هتتفاجئ بعد سنه بجد ان انت في مكان اسوأ بكتير قوي من المكان اللي انت اصلا كنت واقف فيه. العادات هي الراجل السري لمستقبلك، والخبر الحلو بجد ان العادات دي تقدر تغيرها، تقدر تحسنها بالعادات الصحيه بتاعتك عشان تقدر تحسن السنه الجايه ليك. هشرح لك الشفره الثلاثيه اللي العادات والشركات بتستغلك بيها، وازاي تقدر تشيل عاده انت مش حاببها خالص عشان تحط عاده تانية نفسك تبقى موجودة في حياتك. سمعت الرنة دي؟ أول ما بتسمع الرنة دي بتبدأ تحس بشعور داخلي غريب جدا، بتسيب كل حاجة في ايدك وبتجري تشوف مين بعتلك. مش لأن المسج دي هي اللي هتنقذ الكوكب من النيزك اللي نازل عليها لا سمح الله، ولا لأن المسج دي من الإكس اللي انت مستنيها، بس لأن عقلك الباطن مبرمج بشفرة معينة ان هو يعمل كده. هنفك مع بعض الشفرة الثلاثية للعقل الباطن، ولو فهمت الشفرة دي هتبدأ تفهم ازاي العادات بتتحكم فيك، وازاي تقدر تتحكم في العادات اللي انت مش عاوزها في حياتك عشان تحط عادات صحية لحياتك عشان تحسن مستقبلك. عشان زي ما انت عارف وزي ما جيمس كلير بيقول، المستقبل بتاعك هو نتائج العادات اللي انت بتعملها في يومك. والكاتب دويج في كتاب قوة العادات
قال لنا ان اي عادة في الدنيا بتتكون من 3 خطوط. الخط الاول من ال3 خطوط اللي احنا قلنا عليهم وهو الاشارة. الاشارة دي زي صفارة الحكم اللي بمجرد ما بتسمعها الماتش بيبدأ جوه دماغك، زي صوت الاشعارات او صوت تليفونك لما بيرن او براند كبير مثلا تشوف اللوجو بتاعه على الطريق. الخط التاني وهو السلوك. السلوك ده عبارة عن استجابة للاشارة اللي احنا قلناها في الخط الاول، زي ان سمعت صوت الحكم فبتبدأ تلعب الماتش، سمعت صوت رنة التليفون فبتبدأ ترد، شفت براند معين فبتبدأ تشتري. هو ده السلوك. المكافأة هو عبارة عن الشعور بالراحة او بالانجاز اللي انت بتحسه بعد ما بتعمل السلوك ده، وعقلك بيموت في الانجازات. يعني من الاخر عقلك كانه بيقول لك اديني حب اكتر اديك الشوق يا سكر، اديك الشوق يا سكر. فبيحتفظ بالدايره دي من غير ما يفكر هل اصلا الاعدادات دي مفيده ولا لا. تعالوا مع بعض ناخد مثال يوضح لنا قوه الاشاره دي عامله ازاي في حياتنا اليوميه. الحاج بمجرد ما بيخلص وجبه دسمه بتلاقيه بيقول لك انت يا ابني قوم اعمل لي كوبايه شاي، وتلاقيه بيعمل كده ويطلع السيجاره. هنا هل هو جسمه محتاج للكافيين اللي موجود في الشاي او النيكوتين اللي موجود في السجاير؟ الاجابه طبعا لا، هو اصلا ممكن يكون كان لسه شارب خربوش الشاي ولسه شارب السيجاره. لكن الفكره كلها ان الاشاره بتاعت عقله هنا كان انتهاء الاكل. هو هنا عقله الباطن متبرمج انه بمجرد ما بيخلص الاكل يمسك كوبايه الشاي بايد والسيجاره بايد التانيه. فعشان كده الشركات العملاقه زي ماكدونالدز فهمت اللعبه كويس جدا. هي عارفه ان انت لو شفت المحل من بعيد اصلا ممكن تطنشه وممكن ما تبقاش جعان، وعشان كده بيصمموا بيئة بصرية ثابتة في كل فروع العالم، نفس طعم البيج ماك، نفس شكل العلبة، حتى نفس الألوان بتاعتها، حتى نفس التفاصيل اللي موجودة جواها. فلو أخدت بالك هتبدأ تفهم إن حرف الإم اللي موجود على الطريق ما هو إلا الإشارة اللي إحنا كنا لسه قايلين عليها. طب إيه هو أصلا السلوك؟ السلوك هو اللي أنت تقوم بالفعل تروح تشتري الوجبة نفسها. طب إيه هي المكافأة؟ هو الشعور بالدوبامين او بالانجاز او الاكل السريع اللي انت بتاكله في ساعتها. الدايره دي لما بتبدا تتكرر جوه دماغك فبتتحول كعاده، والشركات بتعرف تستغلها وتكسب منها ملايين كتير قوي بمجرد ما بتبدا تلعب في البيئه اللي حواليك وتستغل الاشارات اللي انت هتستقبلها. وعشان كده لو عايز تقضي على اي عاده انت مش عاوزها في حياتك فبتروح تلعب على الاشارات اللي موجوده في حياتك. يعني بالبلدي كده لو عايز تبطل تخلي الموبايل يشتتك انت وبتذاكر بتقطع الاشاره نفسها وبتقفل صوت الاشعارات وبتحط الموبايل في اوضه تانية غير اللي انت فيها، فبالتالي انت مش هتسمع صوت الاشعارات بتاعت الموبايل اللي هتخليك تقوم بالسلوك نفسه، ولا حتى هتشوف النور اللي طالع من الموبايل، فبالتالي انت مش هتحس بالرغبه ان انت تمسك الموبايل. فبالتالي لو عايز تبني عاده جديده بالنسبه لك بتربطها باشاره سهله جدا في البيئه اللي حواليك. وبكده احنا فهمنا سيكولوجيه العادات نفسها وفككنا الشفره الثلاثيه. وفي الفيديوهات الجايه من السلسله هنبدا ندخل في ال4 خطوات اللي قالها جيمس كلير عشان نبني عادات تنقل العقليه بتاعتك في مكان تاني خالص وتحسن حياتك في المستقبل ان شاء الله. فما تنساش تقولي في الكومنتات ايه الاشاره اللي انت مجرد ما بتلمحها بتخليك تجري على اي سلوك انت مش عاوزه في حياتك. وبرضه ما تنساش ان انت تعمل لايك واشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك باقي السلسله الحلقات الجايه ان شاء الله. مع السلامه.